السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل بقى مع بعض أحلى طبق كشري بنحب نجيبه بقى من كل محلات الكشري الجميلة، وأقول لكم بقى على كل الحركات بتاعته والتكات وأسراره الجميلة. خليكم معايا واحدة واحدة وهنبدأ بقى مع بعض. أول حاجة بنجيب كده كمية حلوة من البصل وهنقطعه كده طرنشات، وهقول لكم بقى ازاي البصل بقى الجميل ده بيبقى مقرمش وعمره ما بيبقى طري معانا. هنقطع كل البصل كده، خليكم معايا زي ما حضراتكم شايفين. نحطه كده في الطبق، وهنجيب معلقة نشا، لو ما عندكيش نشا ممكن معلقة دقيق ورشة ملح. معلقة النشا دي بقى هي اللي بتخليلي البصل معايا مقرمش وعمره ما بيطرى ابدا، وبيبقى جميل جدا. هنقلبه كويس كده في قلب بعضه ونفكه بايدينا، وبنجيب طبعا بقى الزيت. هنحمر البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين، وهتفضلي تقلبي فيه كل شوية عشان ما يبقاش حتة غامقة وحتة فاتحة. وهنا البصل بتاعنا الجميل اتحمر كله بقى زي الفل زي ما حضراتكم شايفين. هنا جبنا حلة حطينا فيها مية عشان خاطر المكرونة نسلقها، والعدس طبعا احنا نقعينه من بدري هو والحمص عشان ما ياخدش سوا معايا كتير. حطينا برضو العدس على النار والحمص على النار، وكل ده هيتسلق معايا مع بعض في وقت واحد عشان ما يضيعش معانا وقت. هنا المية غليت وهنضيف ليها طبعا حطينا فيها ملح وحوالي معلقتين زيت عشان خاطر نسلق المكرونة، والزيت يعني عشان ما يخليش المكرونة تعجن او تمسك في بعض. ضفنا المكرونة وهنقلب فيها تقلبتين كده عشان خاطر برضو ما تقفش في بعضها او تمسك في بعضها. وهنا العدس بتاعنا غلي وهنضيف له شوية كمون. الحمص هنضيف له برضو حبة كمون وملح زي العدس بالظبط، وهنسيبهم يغلوا. واول ما هيغلوا شوية هنطفي عليهم ونغطيهم، وبكده مش هياخد معايا سوا كتير لان انا نقعاه من قبل كده. طبعا هنا المكرونة بتاعتنا استوت، صفيناها وشطفناها بشوية مية، وهنضيف عليها معلقتين زيت برضو بتخليها مفلفلة وجميلة كده وهتعجبكم كلكم. بنفس الزيت اللي احنا قلينا بيه البصل، عشان كده احنا بدأنا بالبصل بتاعنا في الاول خالص. هنقلب المكرونة، وهنا العدس بتاعنا استوى. هنضيف له برضو حبة كمون تاني لان الكمون بيبقى جميل جدا مع العدس وبيدي طعم حلو. هنروح بقى للخطوة اللي بعد كده. هنجيب برضو حبة زيت من اللي احنا حمرنا بيه البصل، هنعمل بيه الرز. هنا كمية الشعرية حوالي طبق او كوباية شعرية مليانة. لازم الشعرية تبقى اكتر من الرز، دي خطوة مهمة. كلنا لما بنجيب كشري بنلاقي الشعرية اكتر من الرز لانها بتدي طعم جميل جدا فعلا وبتفرق. هنا الرز انا حبيت اوريهولكم نص الطبق او نص الكوباية اللي انت معايرة بيها. لازم نحمر الشعرية قوي يبقى لونها بني مش اصفر، خلي الشعرية لونها بني. ونغسل الرز بتاعنا ونضيفه عليها زي ما حضراتكم شايفين كده. نصفي كويس ونضيف الرز نقلب الرز كده معاه هيتشوح. وهنا هنضيف بقى المية، انا بضيف معاكم واحدة واحدة عشان خاطر تعرفوا كمية المية قد ايه. هنقلب كده ونشوف محتاج مية تاني ولا لا. كده محتاج شوية مية تاني. كده المية بتاعته مظبوطة كويس. هنحط بقى الملح، وهنحط الفلفل الاسمر يعني ربع معلقة كده مش كتير يعني. وهنضيف للرز مكعب، بصراحة بيخلي طعمها جميل جدا وبيخلي الرز حلو قوي. وهنقلب وهنغطي عليه لحد طبعا ما يتشرب، وبعدين هنوطي عليه ونسيبه يستوي براحته. هنا الرز بتاعنا اتشرب
ودخل في السوا. هنجيب الطماطم بتاعتنا تكون حمراء ومستوية، هنقطعها كده زي ما حضراتكم شايفين، وهنضيف معاها قرن فلفل حامي لان بيديها طعم جميل جدا، وهنضيف معاها بصلاية هنقطعها برضو 4/4 اي حاجة زي ما انت حباها، وفصين توم، لان كل ده هنحطه مع بعض ويستوي مع بعضيه كده مع نص كوباية مية على النار. هنا الطماطم بتاعتنا غليت شوية، هنسيبها لحد ما تستوي وتاخد وتدي مع بعضيها، وهنوطي عليها النار ونسيبها بقى تستوي مع بعض. هنشوف الطماطم بتاعتنا كده استوت وبقت كويسة تمام. هنسيبها تبرد وبعدين هنضربها في الخلاط. وبعد كده هنجيب شوية زيت، معلقتين زيت، وهنجيب حوالي معلقتين توم مفروم، وهنحمرهم، مش هنحمرهم قوي يعني يا دوبك تصفر، وهنضيف عليها الطماطم بتاعتنا اللي احنا ضربناها في الخلاط. طبعا الطماطم معايا تقيلة زي ما حضراتكم شايفين كده، وبصراحة ريحتها جميلة جدا تجنن زي الصلصة بتاعت بره بالظبط. دي اهم تكه انا جبتها لكم في الطماطم. هنضيف عليها بقى الكمون وبهارات كشري وملح وفلفل اسمر، وهنخليها تتسبك شويه، وبعد كده هنضيف عليها نص كوبايه ميه عشان خاطر هي تقيله شويه معايا، خفها شويه زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، وهنسيبها تستوي شويه وتاخد وتدي مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده الصلصه بتاعتنا استوت وبقت جميله جدا. هنعمل بقى الخطوه اللي بعد كده، وهي الدقه الجميله اللي كلنا بنحبها. طبعا هنجيب توم مفروم، ربع معلقه خل، والبهارات ملح كمون، يعني نص معلقه كمون، ربع معلقه بابريكا، والملح بتاعنا. هنا ضفنا الخل وحطينا عليه التوم بتاعنا، وهنضيف البهارات، كل ده هنضيفه على بعضه، وهنضيف جزء من البابريكا عشان هو ده اللي بيديني اللون الجميل بتاع الدقة، وهنحط كوباية مية، وهنسيب كل ده يغلي على النار عشان تبقى تعمل لي الدقة الجميلة. هنا غليت زي ما حضراتكم شايفين. وهنحط عليها يعني معلقة صلصة كده من اللي انت عملتيها، بتدي لون جميل وبتدي طعم جميل. لقيتي البابريكا مديه اللون الكويس اللي انت عايزاه، خلاص مفيش داعي للصلصه. هنا بقى هنضيفها في الطبق بتاعنا، وهنحط معاها ليمونه، هنعصر معاها ليمونه عشان نظبط بقى الدقه بتاعتنا وتبقى طعمها جميل واحلى من بره. وبكده تكون خلصت الدقه معانا. انا حابه اجيب لكم واحده واحده وخطوه خطوه، وهي بسيط جدا الكشري على فكرة، ومش متعب ولا حاجة والله. وهنا الصلصة بتاعتنا استوت برضو، بقت جميلة جدا هي والدقة. هنروح بقى للخطوة اللي بعد كده، وهنعمل شطة الزيت اللي كلنا بنحبها. عشاق الكشري دول لازم شطة الزيت معانا. هنحط معلقتين زيت، معلقتين 3 زيت، وهنضيف عليها الشطة، مقدار الشطة اللي انت عايزاه، وهنحمرها شوية كده مش كتير يعني، نقلبها شوية مع الزيت، وهنضيف عليها معلقتين صلصة من اللي انت برضو عملتيها، وهنخفها حاجة بسيطة كده بالمية عشان ما تبقاش تقيلة قوي. وبألف هنا وشفا احلى طبق كشري مع الدقة الجميلة والصلصة وشطة الزيت اللي كلنا بنحبها. ويا ريت تجربوه وتقولوا لي على رأيكم، وشكرا جدا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.